وصفة الجدة الكورية بتخلي العجوزة صبية. ايوه زي ما سمعتي كده. دلوقتي حالا هوريكي فيديو لواحدة كبيرة في السن، هي جدة، وبتقول ان هي استخدمت طبخ القرنفل. تعرفي ايه عن طبخ القرنفل؟ ما تعرفيش حاجة صح؟ طب تعالي وانا هقولك ازاي تطبخي القرنفل وتخليه يفرد بشرتك. ايه هي الست الكورية ديت سنها كبير لكن بشرتها ما تديهاش نفس السن اللي هي بتمر بيه. عملت ايه؟ جابت زيت زيتون معصور على البارد بكر وحطيته على نار لحد ما سخن جدا. مجرد ما سخن ووصل لدرجة الغليان طفت عليه القرنفل. طفت القرنفل، طفت على طول، سابته شوية وبعدين صفت الزيت ده، خدته ورجعت حطت قرنفل تاني جديد غير اللي اتحط في الزيت المغلي. بتستخدمها على بشرتها، بتقول بتساعد جدا على شد البشرة وكمان بتساعد على إزالة الخطوط التعبيرية وبتديها نضارة. طيب هي جربته ولقت نتائج منه حلوة قوي. لو حابة تجربيه جربيه، صدقيني مش هتخسري، جربيه وانت الكسبانة. وبكده انا خلصت معاكي تجربة الجدة الكورية اللي بتخلي العجوزة صبية. جربيها وانت الكسبانة.